وهلا والله بالفخمين، جبت لكم قصة أتمنى تنال إعجابكم. فبمناسبة رمضان كل عام وانتم بخير وشهر مبارك عليكم. وقبل المشاهدة لا تنسى تصلي على النبي وتذكر الله، تسوي لايك واشتراك وتعليقك يا فخم. رزدق. وفي إحدى القرى اليمنية النائية حيث تنتشر المنازل الطينية القديمة وتحيط بها الجبال، كان هناك بيت مهجور منذ عقود. يقال أنه مسكون، وأن من يدخله لا يخرج كما كان. ولكن أمجد الشاب الذي عاد إلى قريته بعد سنوات من الدراسة في الخارج لم يكن يؤمن بهذه الخرافات. وعندما قرر شراء ذلك المنزل المهجور وإعادة ترميمه حذره الجميع: لا تقترب من الغرفة السوداء. لم يفهم أمجد سبب خوفهم، لكنه تجاهل تحذيراتهم مصمما على العيش هناك. وفي الليلة الأولى وبينما كان يتفقد المنزل وجد بابا خشبيا أسود اللون في نهاية الممر. كان مختلفا عن باقي الأبواب، وكأنه ليس جزءا من المنزل الأصلي. وعندما حاول فتحه شعر بقشعريرة في جسده، لكنه لم يتمكن من الدخول لأن الباب كان مقفلا بإحكام. وعند منتصف الليل استيقظ على صوت نقر خفيف يأتي من داخل الغرفة. تجاهله في البداية، لكنه بدأ يزداد قوة حتى تحول إلى طرق عنيف. نهض مذعورا واقترب من الباب، وعندما وضع أذنه عليه سمع صوتا هامسا: أخرجني من هنا. قفز إلى الخلف وهو يرتجف، محاولا إقناع نفسه بأن الأمر مجرد وهم. وفي اليوم التالي ذهب إلى أحد كبار السن في القرية وسأله عن تاريخ المنزل. وتنهد الرجل العجوز وقال بصوت منخفض: هذا المنزل كان ملكا لرجل يدعى الشيخ عبد الكريم، كان مشهورا بالسحر الأسود، وقيل أنه كان يحتجز الجن داخل تلك الغرفة حتى اختفى في ظروف غامضة، وبقيت الغرفة مغلقة منذ ذلك الحين. لم يقتنع أمجد بهذه القصة، بل زاد فضوله، وقرر في تلك الليلة أن يفتح الغرفة مهما كلفه الأمر. وعند منتصف الليل أخذ مطرقة حديدية وبدأ يكسر الباب، وبعد عدة ضربات انفتح الباب ببطء وأطلق صريرا مخيفا داخل الغرفة. وكان كل شيء مغطى بالغبار، لكنها كانت أبرد من بقية المنزل، وكأنها لم تفتح منذ قرون. وفي وسط الظلام رأى مرآة قديمة متشققة، وعندما اقترب منها انعكس وجهه، لكن هناك شيء لم يكن طبيعيا. كانت عيناه في المرآة لم تكن عيناه. وفجأة ظهر انعكاس شخص آخر خلفه. التفت بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد. ثم سمع صوتا منخفضا يقول: لقد أطلقت سراحنا. وفجأة انطفأت الأضواء، وامتلأت الغرفة بضحكات مخيفة وهمسات غامضة. ومنذ تلك الليلة لم يعد أمجد كما كان. أصبح يرى ظلالا سوداء تتحرك في زوايا المنزل، ويسمع أصواتا تناديه باسمه كل ليلة. وبدأ يشعر وكأن هناك شخص يسكن في جسده ويهمس له بأفكار غريبة. وفي إحدى الليالي اختفى أمجد تماما، وعندما دخلوا أهل القرية منزله المهجور للبحث عنه وجدوا كل شيء كما هو إلا المرآة في الغرفة السوداء. كان عليها انعكاس وجه أمجد يصرخ في صمت، وكأنه محبوس داخلها إلى الأبد. وسلامتكم.